السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى هنعمل حاجة حلوة. هنكسر القاعدة شوية ونعمل اللي هي الزلابية اللي بيقولوا عليها لقمة القاضي. هنعمل ايه؟ هنبدأ دي طبعا انا هعمل كمية صغيرة، كوباية دقيق وربع. ادي الربع، كوباية وربع نشا، وكوباية مية ايه مايلة للسخونية عشان هنحط فيها الخميرة. معلقة خميرة هرمية اهي، هرمية يا دوبك كده تعمل باكو، يعني باكو خميرة. هنحط معاها معلقة سكر هرمية عشان ندوب فيها الخميرة اهي. هنجيب مضرب عشان نشتغل بيه. هنحط ايه الخميرة اهي، هننزل بالخميرة وبعدين هننزل بالمية. مية هي ايه مايلة للسخونية اهي. هندوب الخميرة طبعا مع السكر اهو. السكر معلقة هرمية، انا عامله كوبايه وربع دقيق. انت عايزه تضعفي الكميه ضعفي، ممكن تحطي كوبايتين ونص دقيق وتحطي عليهم كوبايتين ميه وتحطي عليهم نص كوبايه نشا، هيعملوا معاكي حبه كبيره يعني. طبعا العسل كلنا عارفينه. انا عندي عسل في التلاجة بخليه هو عاملاه. بتعملي ايه كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وبتسيبوهم يغلوا شويه، وقبل ما تتقل الشربات بتعصري عصرة ليمونة، نص ليمونة ولا ممكن ليمونة كاملة، وبتسيبيه يبرد بيبقى عسل. عايزة تسيبيه يتقل على البوتاجاز يتقل، عايزاه خفيف حسب ما انت عايزة. سهل جدا يعني، انا على طول بعمله بخليه في التلاجة. هفضل اقلب اهو. لازم تقلبي كويس الخميرة في السكر. بعد ما نقلب الخميرة في السكر بنسيبها 10 دقايق عشان تخمر، عشان تديكي نتيجة حلوة. سهلة جدا وبسيطة واي حاجة بقى نحلي بيها واحنا قاعدين كده بالليل مع كوباية شاي، نتفرج على التلفزيون، ندي ولادنا، زوجك. صلوا على الرسول يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كل حاجة اعملوها في البيت. واللي ما بتعرفش، على فكرة انا مش شيف ولا طباخة ماهرة، انا بعمل الاكل ده لاولادي وبيتي، بس لما في حاجة حلوة تعجبني بجربها. حتى لو معرفتش اعملها اول مرة بفضل اجرب فيها لحد ما انجح فيها. مش هقولكوا بقى ان انا شيف وبتاع، انا ست بيت عادية زي كل ست بيت الحمد لله. في مثل بيقول يموت المعلم ولا يتعلم، وطول ما احنا عايشين لازم نتعلم، نغلط ونعمل تاني، نغلط ونعمل تاني. صلى على الرسول يا جماعة اهو. افضل اقلب 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 وبعد كده اسيبها 10 دقايق لما تخمر. بعد كده هننزل بالمكونات التانية. سهلة جدا وبسيطة، لو حبيتي تاكلي اي حاجة حلوة بتقومي على طول تعمليها ليكي ولولادك. صلى على الرسول في الكومنتات عشان انتوا بتاخدوا حسنات وناخد حسنات. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ويجعلكم كده نعمة في حياتي ان شاء الله، وعيلتي تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله. انا بحاول على قد ما اقدر ما بطولش الفيديو، عشان في اخت كريمه كتبت لي قالت الفيديو طويل، فانا والله بحاول على قد ما اقدر ما اطولش الفيديو يعني. طبعا رايكم يهمني وعلى راسي من فوق. طبعا هقلب، وبعد ما اقلب هسيبها 10 دقايق وهرجع لكم تاني. بصوا حبيبتي، خمرت اهي الخميره، عملت فقاعات اهي زي ما انتم شايفينها اهي. نحط عليها الدقيق اهو. هقعد اضرب بقى في الدقيق.
كوباية وربع دقيق اهو. النشا ربع كوباية نشا. النشا دي بتخليها تقرمش يا جماعة، خليها جميلة كده ان شاء الله تطلع حلوة بإذن الله. صلوا على الرسول يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هقعد اضرب فيها كده اهو. بسم الله. طبعا هقعد اضرب فيها شوية عشان مطولش عليكم الفيديو. بصوا دوبتها اهو، هقعد الت فيها شوية كده عشان تديكي نتيجة حلوة، عشان الهواء يخش فيها اهو. اضربي فيها كده، لتي فيها، عايزة تعملي بايدك اعملي، انا بعمل كده بالمضرب اهو. طبعا انا عامله كميه صغيره عشان ما تقعدش. انت طبعا لو اسرتك كبيره، انا وبنتي بس، لو اسرتك كبيره بتكتري الكميه، بتحطي مثلا بدل كوبايه دقيق وربع، كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقتين خميره هرميه، عليهم نص كوبايه نشا، وعليهم معلقتين سكر، يعني بنضاعف الكميه اهو. هضربها كده وبعدين هسيبها ترتاح ساعه وبعدين هنرجع نعملها مع بعض. بصوا حبايبي، شايفين العجين كده نجح يعني كده. ده نبص الخميره اهي من فوق اهي، نجحت كده العجينه اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنحضر زيت اهو. بصوا 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 كده، معناها ان الخميره نجحت والعجين بقى كويس، هنستعمله ان شاء الله. حضرت زيت على النار اهو. شايفين العجينه بقت حلوه ازاي اهو. بصوا حضرت زيت على النار، هنعمله على نار هاديه مش سخنه اهو. بصوا بقى، مش هنعمل ميه عشان نعمل بيها البتاع. في ناس بتقولك حطي طبق ميه واعملي، لا هنعمل بالزيت عشان ما يطرطش عليكم وتتلسعوا اهو. هناخد معلقه صغيره هنعمل بيها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي معلقه عندك صغيره اهي هنعمل بيها. يلا ننقله على البوتاجاز، يلا ننقلها على البوتاجاز. بصوا يا حبيباتي، انا جبت الزيت وريتكم اهو. طبق الزيت هعوز بيه ايدي كده اهو، وهمسك العجين كده اهو. عجين زي ما انتم شايفينه معايا اهو. هاخد كده بايدي واعمل كده اهو. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عاوز كده بالزيت اهو. عاوز بالزيت عشان ما تلزقش اهو. اوريكم طبعا طريقه. عايزاها كبيره بقى، عايزاها صغيره، بالحجم اللي انت عايزه تحبيه تعمليه اهو. طبعا انا هفصل معاكم وهسويها وارجع لكم. بصوا حبيبتي، ابتدت اهي تحمر. هطلعها طبعا اهي كده، كفايه عليها قوي اهو. هتبقى من جوه طريه ومن بره مقرمشه وجميله اهي. بصوا طبعا هطلعها كده، اتحمرت اهي. متعلوش النار طبعا عليها عشان متحرقش منكم، دوبك بس تبقى اللون الذهبي كده ونطلعها اهو. انا بحبها بالسكر، ولادي بيحبوها بالسكر. انت لو عايزه تعملي بالعسل اوكي اعملي اهي. بصي هنطلعها، سامعين حتى صوتها بيقرمش ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الرسول يا جماعه. بسم الله. بصوا هنجرب بقى الطعم مع بعض وجمالها وقرمشتها. سامعين اهو. بصوا سامعين قرمشتها، حاجه حلوه جميله. لو رحتي اشتريتي طبق قد كده اهو صغنطوط، هيقولي 25 جنيه واكتر كمان. احنا بقى ليه ما نعملش في بيتنا؟ اعمليها سمع. متنسينيش في دعوه حلوه وشير ولايك وسبسكرايب.
وبشكر كل اي حد دخل القناة عندي وشجعني، وربنا يبارك فيكم ويبارك في اولادكم وازواجكم، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وبلغنا رمضان واياكم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.